مستر أيمن، ممكن تقول لنا إيه خطتنا إن شاء الله مع اللي داخلين جريد 10؟ جريد 10 دول حبايبي، دول اجمل طلبه بحبهم. ليه بقى؟ ده طالب جاي عجينه جاهزه كده، اشكله زي ما انا عايز، مش متاثر بشوايب بقى راح وجرب واشتغل غلط وعنده غلطات في الحل والطريقه. انا بعلمهم كورس بيزكس من الاول. جريد 10 ببتدي معاه، بشتغل معاه حصه في الاسبوع اونلاين. لو في سنتر عملوا مجموعه في السناتر اللي بنشتغل فيها، مدينه نصر والرحاب والاكتوبر وممكن المهندسين، لو عملوا جروب جريد 10 ما يقلش عن 10، بعمل لهم كورس في السنتر. بيبقى كورس برضو 1 سيشن بير ويك. بنقعد نشتغل بقى من اول شهر 10 ان شاء الله لحد شهر 3 حصه في الاسبوع، وبعد شهر 3 نشتغل حصتين في الاسبوع، ونخش نجرب محاوله اوعى تسيبها. شهر 5 بنجرب عشان نجيب سكور، مش عشان سوري، بنجرب علشان نتعود على الامتحان، مش عشان نجيب سكور. انا قلبت الكلام، بس انتوا فهمتوني. بنجرب علشان نتعود على الامتحان، مش عشان نجيب سكور. يا ايمن افتكر، نتعود على الامتحان مش عشان نجيب سكور، عشان بابا وماما ما يضغطوش على الطالب ويقولوا له عايزين سكور من اول مره. غلط. طالب جريد 10 دي محاوله مش محسوبه. في جريد 10 اللي هي محاوله شهر 5، اخر محاوله في السنه، بندخلها از موك يعني ايه؟ تجربه. وسط الكورس ده بقى انا بشرح دروس وبحل عليها، وبعدين كل 5 6 دروس بعمل امتحان، وبعمل ورشه تصحيح الواجب، وعندي واجبات. نوعين من الواجبات، عندي هوم ورك وعندي اكسترا هوم ورك. الهوم ورك ده اللي هو الواجب الاساسي، اكسترا هوم ورك عشان ما يقولكش انا خلصت الواجب قاعد فاضي، لا ده انا مديله كتاب كبير تاني يحل تاني. عايزه يحل كتير، انا بدي ماث، عايزه يحل كتير عشان يجيب سكور كبير. ابنك لو ما ابتداش، اللي بيبتدي في جريد 10 بيبقى فارق كتير قوي عن زميله اللي بيبتدي في جريد 11. تعالى خد الكورس ده، هتخلص امتحان الايست او الاكت او السات من اول 3 محاولات في جريد 11. يعني هيبقى عندك سنه ونص فاضيه لو جبت سكور. فكره ناجحه معانا، بقالنا سنين بنعملها. فهمت يا ريهام؟ شكرا يا مستر. عفوا.